امبارح يمكن نقلنا لكم فيديوهات كتيره جدا، والنهارده برضه هننقل لكم، وبكره ايضا. على راس هذه المنظومه يعني انسان وطني محب وعاشق لمصر، وعضو الجاليه المصريه في الكويت، ودايما بيحتضن الجاليه المصريه، السيد محمود عشيش، اللي بقدم له كل شكر وكل تقدير. ومساء الوطن الجميل يا باشمهندس محمود عشيش. مساء الجمال والسعادة أمين بيه، ومساء الجمال على كل المشاهدين والمتابعين، وتحيا مصر وتحياتي لمعاليك ولجميع السادة المشاهدين وفريق العمل بالكامل. ايه العظمه اللي انتوا بتعملوها في الكويت دي يا باشمهندس؟ حاجه يعني ما فيش اجمل ولا احلى من كده. الحمد لله احنا حبينا نقدم رسالة بسيطة مدى حبنا وتقديرنا لبلدنا وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن من بداية فتح باب الترشيح وأعلان سيادة الرئيس ترشيحه، واحنا كان كل هدفنا ان احنا نبعث رسالة إلى العالم أجمع أننا نقف خلف الدولة المصرية بصفة عامة، وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة خاصة، ونوجه هذه العالم لأننا ندرك مدى التحديات ومدى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية. فالجالية المصرية بالكويت حبت تقدم الرسالة ديت، والحمد لله من أول يوم انتخابات المفروض اللجنة تفتح الساعة 9، وبقينا إن أبناء الجالية متواجدين من الساعة 8 صباحا عشان يدلوا بأصواتهم، والحمد لله يعني كانت كثافة عالية ومشاهد أكتر من رائعة، وأكتر المشاهد يعني اللي دعتنا للفخر جميعا كبار أهلنا من كبار السن وذوي الهمم والعائلات. يعني بصراحة كانت مظاهرة في حب مصر وليس انتخابات. تمام. مظاهرة في حب مصر وليس انتخابات. هنشوف مع بعض دلوقتي المشهد الجميل للحالة اللي يعني اللي ظروفها صعبة، ورغم ذلك أصرت، وشفناه مع بعض من شوية يا فندم. ويعني كانت حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. أنا أتذكر السنة اللي فاتت يا باشمهندس محمود كان أطول طابور انتخابي دخل الموسوعة كان من مدينة الكويت. من الواضح أنكم بتعملوا جديد، بتجهزوا الجديد في خلال هذه الانتخابات. لا الحمد لله احنا وجهنا هي يعني الأسرة دي أسرة وطنية جدا، وجهنا بزوجة أخونا المصري ذات الظروف الصحية كما شاهدتوها تتواصل مع الحملة، ومصرة ان زوجها يجي يدلي بصوته بناء جميل والله. رغم ظروفه المرضية والأجهزة اللي فيه. جاب هو عربية مخصوص، وفوجئنا ان هو جاي اللجنة اليوم عشان يدي بصوته ويستخدم حقه الدستوري ويشارك إيجابية. وهو حتى وجه رسالة بيقول ان كل انسان في العالم هو ليه قلب واحد، ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه 100 قلب. الله، جميل والله. لديه 100 مليون قلب. جميل 100 مليون جميل قلب على عدد المصريين. يا باشمهندس محمود عشيش، انا شايف دلوقتي مظاهرة حب جميلة جدا، الكل بيتسابق باعلام مصر قدامنا على الشاشة في الكويت. ده اللي حضرتك بعته لنا النهارده، هذه الاعداد الكبيرة جدا فعلا بتدعو للفخر، والجالية المصرية في الكويت حاجة اكثر من رائعة. لا الحمد لله الجالية المصرية قدرت انها تقدم اروع امثلة الوطنية وحب مصر، واصرت ان كل ابناء الجالية يجوا يدلوا باصواتهم. لقيت وقتنا ده في كثافة كبيرة وفي اعداد كبيرة، لدرجة ان احنا بنطالب رئيس اللجنة ان هو يمد لنا التصويت، لان احنا ممكن ما نقدرش الاعداد كلها تخلص اليوم. تمام. يعني انتوا دايما بتحضروا لنا مفاجآت، فانا متوقع يعني الماضيه كنا يعني صورنا مع حضراتكم او اكبر طابور. النهارده التواجد كبير جدا، وفي منافسه كبيره جدا ما بين الجاليه المصريه في الكويت وفي السعوديه وفي الاردن، يعني علشان يعني يبقى اكبر جاليه حضرت للتصويت. فانا شايف عدد كبير ما شاء الله موجود معانا. لا الحمد لله احنا كلنا بنتنافس حب مصر، ولكن ما زالت الجالية
الجالية المصرية في الكويت مصممة أن تتصدر المشهد وتحصل على المركز الأول في التصويت والمشاركة الإيجابية بين الجالية المصرية في الخارج كما عودتنا سابقا. يعني الحمد لله احنا واخدين مركز أول في 2014 واخدين مركز أول في 2018. ما شاء الله. إن شاء الله هناخد مركز أول مشاركة إيجابية في 2024 23. تمام يا فندم. انا هنتهز الفرصه دي واقدم الشكر لدوله الكويت الشقيقه ووزاره الداخليه وامير دوله الكويت وشعب الكويت على تسهيلاتهم اللي قدموها لنا ان احنا نقدر نقدم هذه المشاهد الرائعه في حب مصر. وبالطبع لازم اشكر معالي السفير اسامه شلتوت رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضاء البعثة الدبلوماسية بكامل طاقمها لما قدمته من تسهيلات رهيبة سواء خلال فترة تحضير الانتخابات أو على مدار يومين، لأن احنا كانت أي عقبة طبعا كنا بنتواصل مع معالي السفير مباشرة، كان بيزيل أي عقبة تواجهنا سواء قبل الانتخابات أو في خلال اليومين، ولقينا تعاون إرهابي بصراحة من أعضاء البعثة الدبلوماسية. هذا التعاون هو اللي أدى لتلك المشاهد اللي احنا بنشوفها في جميع القنوات الفضائية والسوشيال ميديا. آخر حاجة بفكرك في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت، في نهاية الانتخابات عملتوا احتفالية باسم الطير المسافر، منتظرين هذه الاحتفالية بقى السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتشرف طبعا نتشرف. شكرا المهندس محمود عشيش، واتمنى لكم التوفيق دايما إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.